في تاريخنا مطربين ومطربات كتير كلهم كانوا عباقرة وكلهم عايشين معانا لحد النهارده، لكن دايما في فرق ما بين العبقرية والعبقرية النادرة. أم كلثوم كانت من النوع التاني. أنا يور فويس كوتش دكتور نجوى إبراهيم. القصة ما بدأتش بفساتين سواريه وأضواء مسرح خالص. القصة بدأت بطفلة ما عاشتش طفولتها، طفلة كان أبوها بيلبسها لبس ولاد عشان تطلع تغني معاه تواشيح وموشحات وأدوار من وهي لسه بطفاية. اتعلمت إن الغنى مش دلع، الغنى واجب وانضباط عسكري، مفيش مجال للغلط ومفيش وقت للعب. الانضباط ده كبر معاها وبقى منهج حياة. أم كلثوم ما اعتمدتش على الموهبة بتاعتها بس، هي اشتغلت على نفسها كتير قوي، وطبعا عشان ما درستش دراسة أكاديمية فهي اختارت الطريق الأصعب، إنها تثقف نفسها وتتعلم لغات، وده انعكس تماما على صوتها وعلى فهمها للكلمة وعلى عمق أدائها. كنت تسمع الكلمة منها كأنها منحوتة، ذاكرت وعرفت كل المقامات، كانت بتتناقش مع أكبر وأعظم الملحنين في كل نقلة وكل قفلة، كانت عارفة إمتى وفين تحط العرب بتاعتها بإحكام ملوش مثيل. كان عندها نفس ورئتين من حديد بيتحكموا في صوتها بمسطرة. كانت الحقيقة بتعامل فنها بقدسية. اللي كان بيقف وراها دي مش فرقة موسيقية، دي كانت كتيبة ماشية ورا قائدة ما بتعرفش الهزار. النظام ده هو اللي خلاها لغاية آخر يوم في عمرها هي الست، وهي كوكب الشرق اللي مفيش شمس تانية غطت عليه. عارفين ليه هي لسه عايشة معانا لحد دلوقتي؟ ليه بعد أكتر من 50 سنة على وفاتها لسه بنسمعها؟ عشان كانت من زمان بتبني صرح من العلم والانضباط. هي مش مجرد صوت، هي مدرسة في الإرادة والإدارة، علمتنا حقيقي إن الموهبة لوحدها ما تعملش تاريخ، لكن الالتزام هو اللي بيصنع الخلود. أم كلثوم هتفضل في بيوتنا وفي وجداننا، وروح بتونسنا كل ليلة. رحمة الله على كوكب الشرق، الست أم كلثوم. باي.